النهارده بدأت دايت والجو نار وجعان موت. ايه الزحمه اللي هناك دي؟ فول الشيخ؟ يا ربي. بقول لكم ايه، يلا بينا ونخليها النهارده الفري. دخلت المحل كنت محتار اطلب سندوتشات ولا اطلب طلبات. ببص كده لقيت السندوتشات عليها توابير، قلت واقفه بوقفه لا انا هطلب طلبات. وطبعا زي ما انتم فاهمين انا طلبت طلبات صغيره عشان الدايت. وهنا بقى تبداوا تصلوا على النبي ونبدا نملح شويه على الفول ابو سمنه وشويه على الفول ابو زيت حار. وما تنسوش تطلبوا العيش الفلاحي مع الاكل. ويلا نقطع بقى الرغيف كده وناخد حته ودن قطه. اوعوا تفتكروا ودن القطه ديت مع الملوخيه بس، لا مع الفول كمان. ويا سلام بقى لما يبقى سايح كده ونايح في حته سمنه البلدي، يا لهوي يابا. الفول كهرمان دايب دول، الفول ده عالمي. حتى تعالوا معايا كده بصوا السمنه كده، بصوا شكلها وطعمها وريحتها حكايه، طعمها خطير. واضح جدا ان هم بيستخدموا ماتيريال كويسه ونظيفه. انا عن نفسي اعتمدت الفول ده خلاص، الفول ده 100 100. ويلا بينا بقى على الطعميه. هنقسم القرص نصين وهنقول مدد يا حسين، ونخش بقى على الفول ابو زيت حار وبنفس ودن القطه. هناخد قطه من الفول ده على قطه من الفول ده. احلى دونت ميكس ده ولا ايه؟ ويا سلام بقى على المسقعه عندهم، يا لهوي. البتنجان والبطاطس دايب دوب في التخديعه والصلصه، لازم تجربوها، خطيره خطيره. تعالوا بقول لكم على حركه، شويه من البصل اللي منقوع في الخل اللي طعمه مسكر كده ومش حراق، على شويه فول وعبيله واديله، وكده الدايت راح راح راح. فول الشيخ فاتح في فيصل في شارع الابيني بعد ما تطلع من النفق على طول. وهندخل بقى على البيض المسلوق مع شويه طحينه كده اللي كان طعمه جنان، ولا الاومليت مع السجق والبسطرمه وشويه جبنه سايحه في كل حته. مش هوصيكم، اول حاجه تطلبوها بيض الاومليت بالبسطرمه، طعمه حكايه. وكمان جربت من عندهم السلطه الخضراء، بس افتكرت ان النهارده فري، وطبعا معروفه السلطه يعني دايت وانا النهارده فري. ودخلنا بقى على الجبنه القديمه اللي عندهم. الجبنه دي حدوته حدوته كده من حواديت الف ليله وليله. والبطاطس بقى الصوابع مقرمشه ومش شاربه زيت، ودي اهم حاجه عندي. ويلا بينا بقى ندخل على البتنجان المخلل. البتنجان ده استوى كده على نار هاديه، قعد له يوم واثنين وثلاثه في الثلاجه لغايه لما القلب بتاعه بقى مهري. تاكل البتنجان ده من هنا ويعلي معاك من هنا. وتعالوا بقى اقول لكم، تعرفوا سندوتش الديناميت بتاع عظمته؟ تعرفوش؟ هتجيبوا نص سندوتش وتحطوا فيه قرص طعميه كده وترصوه هرسه حلو، على شويه صوابع، على نص بتنجانيه، على شويه بصل من المخلل ده. اهم حاجه تكبسوه كويس ولفه محترمه وعلى البق عدل. هو بقى ده ديناميت عظمته. وطبعا طلعنا على القهوه اللي قدامه عشان نحبس بكوبايه شاي. وطبعا ما رضيتش احط سكر عشان الدايت، ما انا برضو مش هبوظ اليوم كله، لسه في غدا ولسه في عشاء. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا ريت تعملوا لي شير. سلام.